السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ الصحه لاباس؟ البارح كيما ورينا لكم البارح كيفاش تركبوا الاسلاك لهذا الاطار هذا. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم حصه اخرى باش تستافدوا ودوا المعلومات كيفاش غادي نركبوا الشمع لهذا الاطار. هذا الشمع سنقوم باضافه في هذا الاطار. شاهدوا معايا العمليه، طريقة تركيب الشمع هكذا مع الأسلاك. نقوم بإضافته هنا في هذه الساقية. هذه هي الطريقة. ثم ماذا سنفعل؟ سنقوم بالتلحيم بهذا الترانسفور. ها هو ترانسفور ديال 12 فولت، غادي ديروه في الضوء وان شاء الله غادي تسوديه. طريقه كيفاش غادي نسوديوه، ها كيفاش غادي نديرو هاد السلك هذا هنا وغادي نديرو هذا هنا هكذا. ستتم العمليه، ثم غادي نقلبو باش نسوديو هاد السلك اللي باقي لنا هنا. هذه هي الطريقه باش نلحمو الاطار ديالنا بهاد الاسلاك. طريقه ما شاء الله وسريعه. ان شاء الله غادي ندوبوا الشمع، ان شاء الله غادي نلحمو هنا بالشمع باش يزقى لينا، باش ما يطيحش لينا في وسط الخليه. هذه هي الطريقه يا الاخوان ديال عمليات تركيب الشمع للاطارات. طريقه ما شاء الله جميله. ملي كتسيدي هاد الاطار هذا، هاد الشمع هذا بهاد الريسودور، ان شاء الله كيكون مزيان. ملي كديروا في الخليه واخا ضرباتو السخونيه ما كيطيحش. شحال من واحد كيديروا بدون تلحيم بالضوء، ملي كيديروا في الخليه ديالو كترتفع شويه الحراره، كيلقى هذاك الشمع راه طايح من الوسط والعمليه كتكون فاشله. هذه هي الطريقه يا الاخوان. ها هي طريقه جميله ما شاء الله، وكنتمنى لكم يعجبكم هاد الفيديوهات اللي كندير لكم. والسلام عليكم، كنتمنى تستافدوا مزيان. والسلام، تبعوا معايا ان شاء الله. راه ان شاء الله غادي تستافدوا في هاد تربيه النحل ان شاء الله، وغادي تكونوا محترفين ان شاء الله. ديروا لي متابعه وان شاء الله باش نديروا معكم الحصات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.